على فكرة الجن شايفك دلوقتي. قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. احنا ما بنشوفهمش لكن هم بيشوفونا، بس عادي يعني، خليك راجل كده واسترجل يابا. ايه يعني، ما اي حد ممكن يشوفك، الكلب بيشوفك في الشارع والقطه بتشوفك في الشارع، ايه المشكله يعني؟ عاوزك تجمد قلبك كده، وهقول لك على ذكر يمنعهم عنك. ركز كويس جدا، ما تسيبش اذكار الصباح ولا اذكار المساء ابدا لحد لما روحك تطلع، يعني لحد اخر لحظه في حياتك. اذكار الصباح بتتقال بعد الفجر، واذكار المساء بتتقال بعد صلاه العصر. اما بقى عن الذكر المهم والخطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وركز: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. يعني وانت داخل الحمام قبل ما تخش وانت على باب الحمام تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لأن ذكر ربنا ما يتقالش جوه الحمام، فانت بتقوله بره قبل ما تخش، وتخش برجلك الشمال. وانت لما تيجي تغيري هدومك في البيت او انت تغير هدومك في البيت، فبرضه تقول بسم الله علشان محدش يضرك من الجن. يعني وانت بتقلع القميص كده اهو وبتقلع كده، طبعا مش هينفع اقلع والصدر يبان وتبقى حد يقول لي يا عم انت بتفتح صدرك عشان تغرينا. المهم وانت بتقلع القميص وانت بتقلع الشوز وانت بتلبس الشوز وانت بتقلع الفانلة وانت بتلبسي مش عارف ايه، وانت اي قلع واي لبس قولوا بسم الله. وكلامي طبعا للرجاله والستات، بس الستات اكتر شويتين، لان الجن انتوا بتعجبوه الصراحه، عندكم امكانيات احنا ما عندناش، احنا ناس غلابه يا عم الحاج على قدنا. يبقى اذكار الصباح والمساء، وتقولي بسم الله وانت داخله الحمام وانت بتقلعي وانت بتلبسي. حلو الكلام. لو انت بقى استفدتي حاجه او اول مره تسمعي الكلام دوت، وصلي الكلام ده لغيرك، وانت كمان وصله لغيرك، فدلوا على الخير كفعلي. واوعوا تنسوا الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.